بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى يومي كده، انا بشارك معاكم اليوم. ده كنت بعمل محشي وفراخ، وعملت حبة ملوخية صغننين كده، عشان الملوخية لما بتبات بصراحة مش بتتاكل. فقلت هعمل حبة محشي كده، محشي كرنب ومحشي ورق عنب. هو ده اللي كان عندي بصراحة، كانش عندي بتنجان، فقلت ايه هعمل الكرنب والورق العنب اللي هم عندي. والفرخة كنت متبلاها وحطاها في الفريزر، فطلعتها وقلت بقى ايه اعمل اكلة كده حلوة، وفي نفس الوقت برضو سريعة، مش بتاخد وقت كتير. هنا قطعت بصلتين حلوين كده، وحطيت عليهم معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وقطعت حتة دهنة. انا بكون حاطه الدهنه في الفريزر، اللي هي بتاعه اللحمه. الدهنه بتاعه اللحمه كده، لما بجيب لحمه الراجل بيحط لي عليها حته دهنه كده، فبفصلها واشيلها في التلاجة، واحطها ايه لوحدها كده في التلاجة. فباجي لما باجي اعمل المحشي بصراحه بحبها قوي، بحب طعمها قوي في المحشي. فبروح حاطه ايه حته كده مع الزيت ومعلقه سمنه صغننه. وهنا قطعت بقى قرن فلفل، وعملتها بقى هي شوحت البصلاية مع قرن الفلفل مع الدهنة. هي بصوا حتة الدهنة اهي، اللي لونها اصفر فاتح خالص دي، هي دي حتة الدهنة. انا مش حاطة كتير، انا حاطة بقى ايه حتة كام حتة صغننين كده، اللي هي بس تدي ريحة بس للاكل. بس كده هو بقى نسيب البصلة كده تتشوح شوية، اللي هي يعني تاخد لون سيكة بسيطة كده. وبعد كده بقى ايه ننزل عليها بعصير الطماطم. انا بعصر عصير الطماطم وبحط معاه بنجرايه بتديله لون، وفي نفس الوقت برضو بتديله فايدة حلوة. انا بحب البنجر في الطماطم قوي. وكمان عشان عيالي عندهم انيميا، فالبنجر دوت عشان يمشي الانيميا اللي عند ولادي. مش باكله لهم كده تلقائي، لكن بدخله في الاكل بصراحة. اهو انا حطيت اهو الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، الطماطم لونها هتلاقيه احمر زيادة، عشان ايه حتة البنجر اللي انا بحطها. بس كده هو هنا اهو حطيت الصلصة. هتبلها بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية بهارات وواحدة مرقة. دول اللي انا بحطهم ايه على الصلصة. دول شوية كمون صغننين، وشوية فلفل اسود، وشوية بهارات، شوية اللي هي السبع بهارات او بهارات محشي. دي بهارات محشي، انا بجيب بهارات محشي. انتي بقى ما عندكيش ممكن تحطي السبع بهارات عادي، لكن انا بجيبها من عند العطار، بقوله بهارات محشي بيديني ايه البهارات دي. وبس كده وهنعمل بقى ايه. كان عندي البتاع ده في الفريزر، الورق العنب كنت عاملاه، كنت حاطاه في الفريزر. وكرنب كنت حاطاه في الفريزر، كنت برضو متبلاه. الكرنب كنت سلقاه ومقطعاه ومحطاه في الفريزر. والورق العنب برضو سلقاه وحطاه في الفريزر. وهنا ده جزر، عشان كنت عايزه اعمل عصير برتقان بالجزر، فكنت بسلق ايه كام جزرايه كده عشان اعملهم للعصير. هنا بقى هي الصلصة اتسبكت، غسلت الرز وقمت ايه حطاه عليها. انا عندي كل حاجة المحشي كنت محضراها. بصوا هنا دي الخضرة برضو كنت منضفاها، انا وريتها لكم في فيديو قبل كده. كنت منضفاها وغسلاها ومقطعاها وحطاها في الفريزر برضو، قلت عشان ايه ما يجي رمضان ما احتاجش، يبقى عندي الحاجة كلها جاهزة. هنا حطيت واحدة المرقة اهي، عشان قلت لكم انا بتبل الصلصة كده، بس انا نسيت احطها في الصلصة، فحطيتها بقى ايه مع الرز والخضرة وكده. ونقلتهم بقى في البولة، وهنقعد بقى ايه نلف البتاع ده، ورق العنب والكرنب. بصوا هنا هي الفرخة كنت متبلاها وحطها في الفريزر، طلعتها.
يا دوبك طلعتها قمت حطاها في الصينيه، وقمت حطاها في الفرن. يعني طلعتها من الطبق اللي هي كانت فيه، قمت حطاها في الصينيه وقمت حطاها في الفرن. انا بتبل الفراخ بايه؟ بتبلها ببصلايه وشويه ملح وفلفل وبهارات فراخ و اللهم صل على النبي. لو عندك صلصة ماشي، عندك كاتشب ماشي، عندك صويا صوص ماشي. ما عندكيش اي حاجة من الحاجات دي، انا كنت حاطة صويا صوص. ما عندكيش اي حاجة من الحاجات دي عادي، حطي بس ملح وفلفل. وساعات بعملها كمان، بعمل الخلطة دي في الخلاط. بحط طماطميتين على بصلاية على قرن فلفل على فصين توم على عصرة ليمونة، وبضربهم في الخلاط او في الكبة وبحطهم على الفراخ. دي تتبيلة المشوي. مش عايزة تعملي كده، يبقى ممكن تعملي زي ما انا بقولك كده، ببشر بصلاية ببشر بصلاية وبحط عليها الملح والفلفل وشوية البهارات، وبدعكهم قوي واحطهم عليها، وبحط معاهم بقى صويا صوص، كاتشب، اي حاجة من الحاجات دي. بس بصراحة بتبقى جميلة. وهنا بقى هو كنت خلاص لفيت الكرنب ولفيت الورق العنب. انا مش عندي شوربة، فقلت ايه هعمل شوربة. بحط بقى ايه مرقة دجاج، وبحط شوية ملح وفلفل وبحط معلقتين صلصة. فبعملها دي ايه شوربة لان انا اسقي بيها المحشي. ماشي. هنا وحطيت ملح وفلفل ومرقة الدجاج، وهحط بقى معلقتين صلصة. معلقتين من التسبيكة اللي انا كنت عاملاها، شلت منها معلقتين كده وحطيتهم على الصلصة، عشان برضو بتخلي الكرنب ليه طعم تاني كده بصراحة. بخلي لونه كمان لونه جميل، بخلي لونه احمر كده ولونه جميل بصراحة. هتشوفوه في اخر الفيديو. بصوا بقى هنا هو حطيت بصوا هو المحشي هو اتلف، والورق العنب برضو اتلف. وهنسقي بقى ايه، نستنى الشوربة دي بس تغلي غلوة كده وهنسقي بيها. بصوا هو ورق العنب، انا لقيت بعد ما قمت لقيت فيه ورقتين كده، فقلت ايه، وكان فاضل حبايتين رز، قلت اما ايه الفهم وخلاص. هوريهم لكم برضو في الفيديو، هتشوفي وانا بلفهم. هما كانوا باقيين ورقتين كده اهم. بس انا مكنتش عارفه ان هما مش باينه قوي في الكاميرا. دي طريقه لفي اهو في الورق العنب. والكرنب بيبقى سهل طبعا خالص بصراحه، هو ورق العنب بس اللي بيبقى غلبه شويه، لكن الكرنب بيبقى سهل جدا. اهو ورق العنب اهي، ومش غلبه قوي يعني. بص اهي بتتلف على طول. خلاص هنا لفيتهم اهم، وهسقيهم بقى. هسقي البتاع ده، هسقي المحشي بالشوربة دي. انا بحط على الكرنب لو عندي ليا، بحط ايه بشرة ليا كده. مش عندي عادي بحط سمنة وخلاص. بس انا كانت عندي بقى حتة ليا كده، فقلت ايه اما احطها عليها. وبحط برضو على ورق العنب ليمون. انا بحب الليمون القضاليا ده، بحبه مع الورق العنب قوي، ان هو ما بيبقاش مزز قوي، وفي نفس الوقت بيبقى مديه تسكيرة كده، ومديه برضو طعم المزازة. بصراحة بيكون جميل جميل مع ورق العنب. جربي الليمون ده مع ورق العنب هيعجبك جدا. اهي كانت عندي بقى حتة ليا كده، فقلت هبشر منها بشرتين بس، مش هبشر كتير، هبشر منها بس بشرتين كده على الكرنب. وهحط برضو معلقة سمنة، عشان انا ما كنتش حاطة ايه ليا كفاية، عشان خاطر عيالي وكده. مالك بيقعد بيقرف منها ويفضل يقول لي يا يا، فحطيت بس بشرتي بشرتين كده، وحطيت بقى كملت الباقي سمنة. بحط بقى معلقة سمنة هنا ومعلقة سمنة هنا، واسقي الشوربة.
زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت هنا معلقة سمنة وهنا معلقة سمنة، واسقي فوقهم الشوربة. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي بالاشتراك وباللايك. شجعوني كده وشجعوني ان اعمل فيديوهات جميلة. عشان دلوقتي المشاهدات بتاعت اليوتيوب بقت مش حلوة خالص. مش عارفة بقى الناس مش فاضية، ولا الصيام، ولا الصلاة وكده. فمش عارفة بصراحة، المشاهدات بقت مش حلوة خالص خالص. فربنا يسهلها بقى ان شاء الله. اهو هنا بقى لازم ترجي كده المحشي رجة كده، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الشوربة تدخل جواه كله، ما يبقاش فيه حتة كده وحتة كده. لا، لازم الشوربة تدخل جواه كله، عشان ما يبقاش فيه من النص يبقى مش مستوي. لازم ترجيه وتخلي الشوربة تدخل في قلبيه كله كده، وتحسي ان الشوربة داخلة في قلب المحشي كله. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما يعملش منك، ما يبقاش مستوي من حتة وحتة. لا، لازم الشوربة تدخل في قلبيه كله. برضو دوت هنرجه رجة كده، بحيث ان الشوربة تدخل في ايه؟ في قلبيه كله. احس ان الشوربة يعني داخلة في النص، وداخلة في الحروف، وفي كل حتة. بس بقى اهو كده، شلت الشوربة من على النار، عشان انا بحطه على النار الايه، الوسطانية، ما بحطش على النار العالية، عشان خاطر ايه؟ يستوي براحته. حطيتهم الاتنين على العيون الصغيرة عشان يستوي براحتهم وكده. حطيت دي وحطيت دي وغطيتهم، وهنا بقى كانوا استووا. بصوا هنا بقى، وهنا عملت بقى شوية ملوخية، طبق يا دوبك طبق كده. وهنا هو بقى الورق العنب، بصراحة شكله تحفة، وطعمه كمان جميل. والله العظيم طعمه جميل، كان نفسي تشموا ريحته وتشوفوا طعمه واحنا بناكله. بجد كان جميل. هنا بقى عندي الصينية بتاعت رمضان دي. سو جميلة بصراحة الصينية دي، أنا بستعملها في المحشي. هنا بقى هو دلقت المحشي، الورق العنب، بس هظبطه بقى كده، هنقله على جنب. وبعد كده احط بقى الايه الكرنب. ندلق بقى الكرنب جنبه. بصوا الصباع ملفوف مبروم، ما بيفكش، ما بيعملش اي حاجة، زي ما انت شايفاه جميل اهو. وهنحط بقى نرص فوقيها ايه؟ قطع الفراخ. وبس، وبألف هنا وشفا. ما شاء الله جميل. بصوا المحشي تحفة، والفراخ اهي مشوية جميلة. وهنحط بقى جنبها شوية ملوخية. وده الصوص بتاع الفراخ اللي هي الصغنن، ده الصوص بتاع الفراخ. وده عصير البرتقال، عصير البرتقال بالجزر. وبس كده. وده كان فطارنا امبارح. وقولوا لي تسلم ايدك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.